ازيكم يا اخواتي؟ واللي هيحصل كالاتي. النازله دي متكلفه، عندي بوادر برد فامي ادتني المشروب ده اللي في مج النسكافيه. تمام قوي. انا جبت شاشه، بقالي كتير ما بسالش عليكم، ودي حاجه مش المفروض تحصل ما بيننا، واللي مش المفروض يحصل ان انا ما اجيبش المليون سبسكرايب. اشمعنى تريبلز؟ انا عايز المليون سبسكرايب باي شكل. فالفيديو ده بما اننا ما بنسالش على بعض، فانا قررت ان انا اخش على منشناتكم على تيك توك، عشان هي هتحمض والله بجد. في منشنات بقالها شهر. من امتى؟ من اخر شهر 10 واحنا في شهر 12، شهرين. فده طبعا مش تاثير مني، انا كنت بعمل لكم فيديوهات عظيمه، فيديو مع احمد ابو الرب وفيديو مع مهاب رجعنا للماضي. فانا كنت بعمل لك فيديوهات فاهم تخلي الايام معاك لذيذه، فاهم، نرفه عن بعض. ايوه عشانك يا لهوي يا لهوي على عزيزي المشاهد، والله عايز الطشك على خدوده. يا جماعه تعالوا شوفوا الاستاذ. النهارده مفيش كومنت معين هنكتبه محدد، او كومنت بسيط او اي حاجه، لان انا بمر انا مكتئب حبتين ودلوقتي اكتر. شكرا يا ماما على المشروب اللي انا مش عارف ده حلبة ده ولا ايه. فادوني كلمات ايجابيه كده. يعني النهارده فاتح منشناتكم لثلاث اسباب. اول سبب ان انا مش عايز منشناتكم تحمض. تاني سبب ان انا عايز اضحك. بص هتلاقي وشي يعني والله مش منك ولا من الفيديو، بس هو انا النهارده انا جادد صاحي من النوم صباح الزفت، فاهم، اللي هو محدش يكلمني، مش جاي معايا حاجه وعايز انام. صحيت عايز انام. وتالت حاجه ان انا ما لقيتش ماتيريال، مفيش ترند اتكلم عنه بصراحه. طلبت معايا بقى افتح المنشنات. يعني والله ربنا يخليكوا ليا، اللي هو انت مش لاقي فكره، مش لاقي ترند، مش لاقي موضوع، مش لاقي توبك، اي حاجه. ما هو موضوع توبك. رحتوا عندك منشنات، افتح التلاجة وكل. عندك جبنه في التلاجة، عارف انتوا حاطين لي جبنه في التلاجة. هلاقي موضوع، هعمل فيديو. مش هلاقي حجه، ما في، مش سايبين لي. انا بحبكم، وعشان كده انا عايز منكم كلام ايجابي عشان خاطر الوش بشحت. اي كلام ايجابي الله يبارك لك. العبد لله ما جابش المليون. اشمعنى تريبلز؟ هو ايه ده؟ المشكله ان انا امي نايمه دلوقتي، مش هعرف اصحيها اسالها ده ايه، هي سماني ولا ايه. انا اسال شات جي بي تي. بقول لك ايه يا شات؟ ايوه سامعك، قول. هو انت ذكاء اصطناعي بجد؟ ايوه قول لي ايه الموضوع. معرفش، انا امي عملت لي مشروب هو جوه مج نسكافيه، بس هو كارف على حلبه، ما تعرفش ده ايه؟ ممكن يكون المشروب ده هو حلبة بالحليب والنسكافيه. ايه؟ الحلبة عادة مشروب معروف، لكن اضافة النسكافيه ليها ممكن يدي طعم جديد ومختلف. أيوة. جربه يمكن يعجبك. يا ابني يعجبني ايه؟ الفكره ان مفيش انسان عاقل، انت كروبوت ترضى تشرب نسكافيه بالحلبه باللبن؟ انا فعلا ما عنديش ادراك للطعم زي البشر، بس بقول لك على فكرة المشروب اللي ممكن تكون امك عملته. انت بتقول امك ايه يا اسطى؟ احترم نفسك، احترم نفسك. ايه امك دي؟ اسف لو طريقتي في الكلام تحسسني فيها ضيبتك. خلينا نتكلم في موضوع تاني، ايه رايك؟ بقول لك ايه، انا عامل فكره فيديو من شانات المتابعين، ايه رايك في الموضوع ده؟ فكره جامده. دايما بيبقى فيه تفاعل قوي مع المحتوى اللي بيستخدم تعليقات المتابعين. ممكن تضيف عليها لمستك الخاصه وتطلع بحاجه تضحك وتشد الانتباه. لمستك ايه الافكار؟ بص انا يعني تمام، بس انا عايزك والنبي بس تقول لهم يكتبوا لي كومنتات جميله ويعملوا لي لايكات، لان انا والله جادد. شوف انا حتى بعاملك ازاي. انت جدع جدا. طبعا لازم نقول للمتابعين يكتبوا تعليقات جميله ويدعموك باللايكات. يا جماعه بيرجو محتاج دعمكم، فاكتبوا تعليقات ايجابيه واعملوا لايكات عشان تشجعوه. ربنا يبارك لك يا رب. الله انا بحبك قوي، لو محتاج اي مساعده بعشقك. ده من ذوقك. شكرا ليك، بموت في هواك. ده شرف ليا يا بيرجو. لو في اي ما تجيب بوسه يا صاحبي. انا هنا عشان اساعد واتكلم معاك، بس ما بقدرش اعمل الحاجات دي. حاجات ايه يا عم تودينا في داهيه؟ زي ما سمعتوا من شات جي بي تي، كل لايك بيتحط على الفيديو ده بيساعدنا ان احنا نوصل للمليون. فلو انت بتشوف الفيديو دلوقتي اديني لايك، حط لايك واكتب لي تعليق ايجابي. هو ضيف الحلقه بتاعتنا النهارده هو شات جي بي تي، هسميه اشرف، معرفش ليه بس هي اشرف معانا النهارده. كل يوم بشخصيه. اول فيديو هو البنات ما بتعرفش تراب. هي هتثبت لنا العكس. اوكي ليتس دو ات. ياو مين فين فتحت التاج نصين لفيت معلش لحظه بس. مين فين ايه؟ مين فين فتحت التاج نصين لفيت. ماشي. هلو شهد. هلو مستر اتأخرت كده ليه؟ هلو مستر اتأخرت كده ليه؟ هلو شهد ايام ايجيبشن دونكي. سوري شهد المواصلات كانت زحمه شويه. طب ايه ما تثبت على كلام. سوري شهد المواصلات كانت زحمه شويه. طب سوري ايام كنت بيزي والله. نو بروبلم مستر. نو بروبلم. الحمد لله على السلامة. الله جود بليس يو. اوكي ثانك يو. ده مستر ايه؟ يعني ده اكيد مش مستر الانجليزي، يعني ده اي حاجه غير الانجليزي. ستارت ليسون. اوكي مستر. وان كويشن هوم ورك. ميشو بيعترض بره، القط بتاعي اوكي مستر.
ما معنى الكلمة قطة؟ ايه ده ميش؟ اوكي قطه باللانجوج بتاعنا. يا اسطى اخلص يا اسطى. اوكي قطه باللانجوج بتاعنا. حضرتك انا جاي لك من كفر 100 بيزو، يعني ايه قطه؟ نو كات. بيوتيفول مستر بيوتيفول. ثانك يو. هو مين المدرس ومين الطالب والنبي؟ تو كويشن هوم ورك. اوكي مستر. ما معنى كلمة كلب؟ اوكي معنى كلمه كلب. يونيفورم. كلب يعني يونيفورم. هاو دوج. هاو دوج. هاي هاو ار يو؟ I'm doing great. وات ماذا يعني تعني كلب باللغه باللانجوج بتاعتنا؟ كلمة ماذا باللغة العربية يعني كلب. تعني ما. كلب. أعتقد إنك تقصد تسأل عن معنى كلمة معينة. كلب. لو محتاج كلب كلب. هي لفظ يستخدم للإشارة إلى الحيوان المعروف الذي ينتمي لفصيلة الكلبيات. هل كنت تسأل عن شيء معين بخصوص الكلمة؟ ما هو الكلب؟ هاو كلب. كلب هو الحيوان المعروف اللي بيعمل هو. هل عندك سؤال تاني؟ لحظات وسوف يتم الرد عليك. خد وقتك. هاو دوج. اوكي هاو دوج. I'm here and ready when you are. اوف كورس. تو كويشن هومورك. او ماي جاد اميزنج مستر. ميرسي 3 كويشن هوم ورك. ما معنى كلمة بقرة يا مستر؟ بقره. ما معنى كلمة بقرة؟ بقر هو جمع كلمة بقرة، وهو حيوان معروف ينتمي لفصيلة الثدييات. باللانجوج بتاعنا كاو. كاو. نعم تمام. إذا عندك أي سؤال أو محتاج أي مساعدة أنا تحت أمرك. واي اي ثينك يو بتاخدني على قد عقلي. أنا هنا عشان أساعدك وأتكلم معاك بشكل ودود. Do you feel I am crazy bro? Or what's poppin' bro? You're not crazy at all. Sometimes it's just fun to chat and ask questions. Okay brother, here to but help. my dog, you call me crazy. I feel that. I didn't mean to make you feel that way. I'm here to chat and support you. Okay. That's great. Can you If say there's anything- okay? Okay. No. Okay. Got it. Okay. Note okay. Okay. Like that. Okay. I get it now. Okay. واو امبوسيبل مستر لانجوج. ثانكس 4 كويشن هوم ورك. لا وكده يا مستر كده الهوم ورك كله خلص. انا كده اسالك سؤال من عندي. انا بس قبل السؤال اللي من عندك، ممكن تاخدي الكراسه اللي انت بتبصي فيها دي ترميها في الباسكت الاخضر الجميل اللي بره ده، وتاخدي معاه الاستاذ اللي بتعلميه ده تقطعي له لسانه وترميه في نفس الباسكت الاخضر ده، عشان اللسان ده مش هينفع. يعني لو راح غالبا يتقدم ايه ده، لو راح يقدم في شغل وحد ساله الاسئله دي هي يعني اوفيس بوي مستريح، او على الاقل ستيور قد الدنيا. هو ايه المكان اللي بيلم كل الحيوانات اللي احنا قلنا عليها دي كلها؟ بيت حضرتك او يعني كويشن اميزنج. كويشن اميزنج. راح رمية الموبايل، راجل خلاص مقفل الامتحان. هو حضرتك ايه انت مهندس مساحه اللي عامل لك الحلاقه دي، والله ما شاء الله من فوق. بص تحس ان في عارف الارض مسطحه وفي نفس الوقت اداها لك كرويه، يعني مش هتهرب منه. باللانجوج بتاعنا اللي عندنا في المنيا اسمها زازوم. زازوم مش زازو، لا زازوم. ليه؟ لان الحيوان بيبقى مقرب قدامك عامل زوم على وش الاسد. في اماكن تانية بتبقى بعيد اسمها زو. عندنا في مصر الاسد بيبقى في حضنك. زازوم انا فاهمه. واو مستر ثانك يو فور ريفر. I am going to run because I feel bad to my everything in my body. I am smokes language. جود باي. That's amazing bro. بقول يا بخت عوج وماي، انا اللي لف كعبي دايق، محدش يوم ركبني مال. ده تاني حصة ليه مع ده تاني حصة ليه كان يعني بعد الدرس ده انا وانا نازل من الدرس مع المدرسة اللي بتدرس انجليزي. بليز 1 minute you time. وات؟ بليز 1 minute you time. بليز 1 minutes you time. ايام يتيم. دي من وقت اتفضل عايز ايه؟ I am hungry. اوكي. ان الجائعه لا حول ولا قوه الا بالله. تعرفش تقولها بالانجليزي دي صعبة. طب انت عايز ايه طب دلوقتي؟ Give me money in the food. Give me money in the food، يعني حط لها مثلا 10 جنيه فكة فضة في فود، في الاكل، بحيث تاكله الجنيه يقف في زورها، فيبقى انت السبب ان انت اكلتها وقتلتها في نفس الوقت، ريحتها من الدنيا وما فيه. تريد ان اعطيك نقود لكي تاكلي؟ نعم. Yes sir أجل. يس سير اجل. اوكي I will give you food لتاكلي. اللي عمل لي منشن على الفيديو ده انا عايزه يعني ابعت لي يا جماعة، عايز اضحك والنبي. عايزه حاجه استهنم. مرات ابنك حطالك سحر في العصير. مرات ابني حطالي سحر في العصير. تقولي حاجه يا حماتي؟ بتقول حاجه؟ ده انا سمع ده عم اشرف فوق ده الشات جي بي تي سمع. بتقول حاجه يا حماتي ايه؟ ولا حاجه يا بنتي، خليكي باللي انت فيه. ايه اللي هي فيه؟ السكرين سودا. هي بتعمل ايه؟ هي بتخترق؟ وانت واقفه هنا ليه؟
مفيش حاجه استهانه، انا كنت بسال الست هانم لو كانت عايزه حاجه تانية اجيبها لها ولا حاجه. طب يلا اتكلي على الله، روحي شوفي شغلك يلا. طيب حاضر. اشربي يا حماتي يلا. اشربي السم اللي انا حطاهولك ده، السحر ده ولا؟ يلا يا حماتي. بقول لك يا بنتي. نعم يا حماتي. هاتي بنشو من جوه عشان الدنيا سقعت. ما قلتيش للبنت ما كانت واقفه. ما انت اللي مشيتيه عشان اشرب السحر يا بت. معلش قومي هاتي. انا ورايا شغل عايزه اخلصه. شغل ايه بس في البلاك سكرين ده انت عايزه تعملي نسخه للجهاز اللي معاكي ده، انت قافلاه. بتاعتي كملي. ماشي يا حماتي. لا وبقولها لك باللغه العربيه، يوميات رامي وآية وضعت سحر لحماتها في العصير لهذا السبب، اكيد ليها عذر. سويتش بقى يا باشا، البس انت السحر. طب افرضي عامله سحر في ان الام تكره ابنها فتقوم البت كارهه جوزها، حلوه دي حنكه. الله ماما ازيك يا ماما؟ صالح عامله ايه؟ انا احب الدخول المفاجئ، يروح هو شارب العصير بقى، يروح هو اللي كاره امه، عقوق الام، يروح داخل النار ويتشوي في نار جهنم. الحمد لله حبيبي. الحمد لله تمام. ازاي صحتك دلوقتي؟ الحمد لله يا ابني. الحمد لله يا رب دايما، ربنا يديك خير. معلش بس شوف مشكله في مراتك عشان طرشه، يعني قبل ما تتكلم مع والدتك يعني ما شاء الله والدتك قالت بصوت عالي قوي مرات يا ابني حطالي سحر في العصير، راحت هي مرات حضرتك قالت لها ايه؟ بتقولي حاجه يا حماتي؟ ففي مشكله قبل بقى السحر. الصحه وطولة العمر يا عم استنى يا عم استنى يا عم اصبر يا عم اصبر. انت بتعمل ايه؟ هشرب لحسن عطشان يا اختي انت جيتي يا جدعان. دي هنا بقى المشكله بقى، هنا بقى الايه؟ هنا بقى هات انا يا عم اشرب. بص تضحيه الام، انا هشرب السحر يعني. انت في ايه مالك؟ ما تشربش من العصير ده. ما شربش يا بنت اللذينه، يعني جيتي تسمعيهم دلوقتي وهم بيتكلموا؟ ايه انت جايه تخضيني كده ليه؟ في ايه؟ ايه يا ماما البت دي يا ماما؟ مش قلنا نمشيها؟ لحظه هو مسك الكوبايه اللي هي مراته كانت هتشربها، هو السحر في كوبايه مامته، هي شافتها وهي بتسويتش. انا احترت بقى، انا احترت في مشاكل البيوت اللي انا بخشها وانا من دون اذن دي. من هنا يا ماما. لا مش ايه، روحي انت هديه. روحي يا ماما البت روحي انت في لها ايه؟ اسكت بس يا ابني. روحي يا روحي هاتي لي كوبايه ميه مشرب. طب ما تشرب العصير. بس سيب يا ابني. ما تشربش منه. سيب مراتك حاطه سحر في العصير. سحر؟ حط ايوه حط. سحر ايه؟ ايه اللي انت بتقوليه ده؟ امشي هديه. ايه يا ماما اللي البت دي بتقوله؟ امشي شغل. يا طنط طب لحظه نسمع من الست يا طنط، لحظه واحده بس انت خدي بعضك وامشي امشي يلا. لا والله يا سعاده البيه ما بكذب عليك، انا شفتها بعيني وهي بتحط السحر في قلب العصير، والله شفتها. هو السحر ليه شكل معين ان هو يتحط في يعني انا ممكن صاحبي يكون ماسك قدامي سحر وانا مش عارف ده ايه، افتكره مثلا معاه كلب لولو بس هو سحر، بيبقى شكله عامل ازاي السحر؟ تتكلم بجد ولا ايه؟ خلاص روحي امشي بس. يا عم اصبر يلا تموت انت وتشرب السم. انا خلاص ماشي يلا امشي. يا ماما اللي البت ده بتقوله يا ماما كلام صح يا ابني. انا شفت الورقه وهي كاتباها. طب وانت واثقه فيها ليه؟ ما افرضي الشغاله بتضحك عليكي. امي عامله ايه معاكي؟ ليه يا حماتي؟ امي عامله ايه معاكي؟ استني يا ماما. يا رب في ايه وانت على طول كده يا حماتي؟ الجزء الاول خلص، انا مستني الجزء الثاني بصراحه، عايز اعرف العصير فيه ايه. عبودة بيقولوا الآه عبودة بيقولوا الآه السعودية فوق السعودية. نمسر السعودية. يعني انا كنت متعاطف معاك ان انت عمال تقول الاه مفيش مشكله، بس ليه السعوديه فوق؟ ايه سياق الموضوع ان السعوديه بقت فوق؟ في ايه؟ ليه عملت معاك ليه عملت كده في دماغي؟ انت اتحرشت بدماغي. يا فراوله شايفه اللي انا شايفاه؟ لا استنى انا عايز اشوف. قولوا لي بجد، يعني يا ريت البنات اللي بيتفرجوا عليا، انا لو ماشيه قدامي وراحت اعمل لك بس هتجيبي رقمك ولا؟ يا ريت بجد والله في الدقيقه دي تكتبوا لي هتعملوا لي ايه، هتدوني رقمكم ولا هتبلغوا الشرطه؟ يا فراوله شايفه اللي انا شايفاه؟ شايفه. في زازوم قدامي، احنا في الزازوم. هو سواق التوك توك ده ماله؟ فاهمه؟ دي هتطلع بشله من بقها وربنا وتشرحها، انا عارف. هو على مبدأه برضو مش هنجلي اي واحده فيكم، مش هنتبطل. ايه ده؟ هو بيقول لي انا؟ لا بيقول لي انا اجوج. بس يا بنت عبيطه انت وهي، ده بيبص لي انا بيعمل لي كده. انا بقول لك ايه، هو كل يوم بيستناني بين المدرسه ويقول لي هاتي رقمي. انت هتألفي، انت عمرك ما مشيتي لوحدك. هو مش توم كروز برضه يا جماعه، ده يعني ده سواق توك توك. محتارين ليه؟ ما تيجي نروح نساله. تعبيتها يا بنت، نساله نقول له ايه؟ انا معاكم. مين فينا؟ ولا تعالي نروح نساله نقول له كان عايز رقم انهي واحده فين؟ والله يقول لكم انتوا الثلاثه يا سلام، انا حد يطول؟ اقول لكم ايه، انا اللي هروح اساله. جريئه. عبيطه دي ولا ايه؟ يخرب بيتك يا بنت، رايحه فين؟ بقول لك يخرب ايه الدخله دي يا مندو؟ الواد لقى بص، يعني قطه لقت تونه، بص قطه لقت علبه تونه داخله عليها، يا لهوي. عارف انت اول ما يقعد يعني لو اتعرفوا على بعض وخد رقمها ونزلوا يقعدوا في كافيه كده، هيقعد بقى طول الوقت هي تقول له كلمني بقى عن نفسك، هو يعمل لها. اول ما يتجوزوا يروحوا البيت بالبدله. بقول لك ايه يا كابتن، انت من الصبح قاعد هنا وعمال تعمل كده، انت عايز رقم مين فينا؟ عايز رقم انا
ولا فراوله ولا موكا؟ بصراحه كده انا عايز اركبكم انتوا الثلاثه. انا قلت ايه؟ والله بشمهم، انا بعرفهم. قلت ايه؟ هتكلمنا احنا الثلاثه؟ ايوه يا باشا، بكلمكم انتوا العشرة. ده جوع، ده حرمان. ده تعب. مين ده ولا ايه؟ عايز تكلمنا احنا الثلاثه؟ طب ازاي؟ وبعد ما اتكلمنا احنا الثلاثه هتتجوزنا احنا الثلاثه؟ هجوزكم انتوا الثلاثه وانتوا الاربعه وانتوا العشرة كمان. مصمم في الحرام، فيعني نطلع بره يعني. يلا يلا يا لوزو، ده باين عليه عبيط بتضيع وقت على الفاضي. يلا. هو باين عليه عبيط من اول ما عمل كده. مفيش حد عاقل بيه. بنت يا فراوله، هو اللي كنت فاكراك فتى احلامي. اقعد تكتب. ده فتى احلامك؟ ده انت طموحك في الارض. ايه يا بنت، انا عايز اعرف انت اللي الكرم اللي انت عملتها دي رايحه للشاب وتقول له انت عايز رقم فينا يا بنت؟ انت عبيطه اهو، كسفك يا اخت. ما اعرفش، ما كنت فاكره عايز رقم يا فراوله. يا بنت اللي انت عملتيه دوت قال لك كرامه. بقول لكم ايه، يلا يا ستي نمشي انتوا وهي. وفي قصه وعبره من الفيديو ده، هو ان لو بنت تعرضت لموقف زي ده نرجو منها ما تروحش تسال صاحب المعاكسه انت عايز رقم مين فينا. ده يعني لو انت ماشيه انت واصحابك، عكسك ما تقليش بكرامتك وتروحي تسالي انت قصدك انا ولا صاحبتي. ربنا تولانا والله في اللي بيحصل في بناتنا دول بجد. يعني انا حزين على اللي حصل لي. بقول لك ايه يا جماعه، يا القريه اللي بيصوروا الحاجات دي. انا عايز اروح. بقول لك ايه، اي ده وقع من الجوع مش من الطوب، انا عارف هو مش متماسك. بقول لك ايه، اي ايه ده؟ هو انت لسه هي فيها اي لسه؟ بقول لك ايه، اي يعني ايه اللي انا عملته ده؟ يا ريتني ما قتلته، يا ريتني. ده شبحه. شبح. حتى مفيش ب 2 جنيه في اف اكس يعملوا حتى نور ابيض كده اللي هو شبح او حاجه. هو لا، هو الراجل شبح لوحده مخلص. قوم يا حاج، يا حاج قوم يا حاج، انت كويس؟ كويس. مفيش كاتشب حتى على اورتو، يعني هو اتضرب فين؟ قوم ماشي تقوم يعني. هو كان اوبشن، يعني هو كان يقدر يقوم بس مستنيكوا بعد كل ده اتضرب برصيف. قوم مالك بس، ماشي ايه؟ ماشي. انت مين اللي عمل فيك كده؟ ايه يا حاج اللي رميك كده؟ خير في ايه؟ طمني. ابدا، ضربة شمس يعني. ما هو مفيش اي دليل ان انا مضروب. انا عليك والله. مفيش يا ابني، انا انكتب لي النهارده عمر جديد. عمر جديد وبادي جديد، يعني ما شاء الله جسم حضرتك ما فيهوش خربوش حاجه. والله اتضربت برصيف. بس يشهد عليا ربنا ما خليت هنا يوم واحد في الدنيا. هو مين ده يا حاج؟ اللي خلاني اللي يعني. وليه عمل فيك كده؟ ونقدر نساعدك قول. لا يا ابني، دي سهرية طويلة، سهرية طويلة وسيبها لي. كم عدد الصدمات الذي يتحملها جمجمة الإنسان من ضربة رصيف؟ جمجمة الإنسان مصممة تحمي الدماغ، ولكنها ليست مصممة لتحمل صدمات قوية مثل ضربة الرصيف. حتى ضربة واحدة قوية يمكن أن تسبب إصابات خطيرة أو كسورا في الجمجمة، لذلك من المهم تجنب أي إصابات في الرأس. حضرتك أنا قدامي واحد اتضرب 5 مرات بطوبة وزنها مثلا 5 كيلو على دماغه، قام ما فيهوش خدش. لو حصل موقف زي ده قدامك فالشخص ده محظوظ جدا لانه ما حصلش اي اصابات واضحه، لكن عموما الضربات المتكرره للراس ممكن تكون خطيره جدا. حتى لو ما فيش علامات خارجيه ممكن يكون في اصابات داخليه. يفضل الشخص يستشير طبيب للتاكد من سلامته. ما تجيب بوسه. ما بقدرش اعمل الحاجات دي، لكني هنا عشان اساعدك في اي حاجه تانية. تشتري هدوم اطفال يا باشا؟ مراتك بتخونك ما تشربش العصير. انا عاجبني قوي ان في بقى جائلين دلوقتي تطوروا ودخلوا البيوت يبيعوا. يعني هم قاعدين ما شاء الله، بصوا هم قاعدين في الريسبشن، تشتري هدوم اطفال يا باشا؟ قامت جت بقى واحده بتبيع. انا ممكن حد يفتح باب اوضتي يبيع لي جرابات موبايل. ده حاجه انا كنت بتمناها من زمان. بلاها بقى امازون والحاجات دي. هبيع مراتي ب$1000. انا برضو بفكر الواحد لو اتجوز في يوم من الايام لو زهق من مراته هيطلقها كده. طب ما انت لو طلقتها تديها فلوس، طب ما تبيعها، منطقي. وعايز ابيعها ليه؟ والله مش شغاله يعني. بجر يعني مسطب لها ويندوز عادي. تشتري؟ شاري. موافق. طب واللي جنبك دي انت شاريها بكام؟ ولا كانت بنص السعر ولا ايه؟ كان عليها عرض. انا هعرض عليك عرض اجمد بكتير. نبدل بقى. قول لي ايه العرض بتاعك؟ عايز تبيع مراتك ليه؟
عشان مش لابسه احسن حاجه وشكلها مش حلو، صح؟ منطقي يعني. انا لو مراتي لبست اقل من لوي فيتون هتتباع. صح. تاخد مراتي واخد مراتك؟ لا حضرتك الكلام ده مش هنا، مش في التيك توك، عيب اللي بيحصل ده. بس بشرط. شرط ايه؟ لا حاجه ايوه طبعا، اشرب براحتك يا سيدي الرجاله. مش هديك جنيه، تاخد دي وانا اخد دي، على اساس ان دي لبسها يعني براندات يعني. موافق. انا عجبني الاتنين اوبجكت بجد. محدش فتح بقه، محدش اعترض على اللي اتقال، محدش قال لفظ. المناخير ثابته ازاي ما اعرفش. موافقه؟ لا طبعا. هو في كلام يتقال بعد اللي حضراتكم فستوه ده. دلوقتي جبنا لستون مش هياخد وقت. ما طبيعي يا حبيبي مش هياخد وقت. نجيب الفينو، هنجيب واحد اهلاوي. جبنا لستون، نجيب الفينو وافتح الفينو، عشان كده بفتح الفينو، عشان كده فتحت الاولاني اجيب التاني. يا ريت والله. انا الريسبي مش معايا بتاعت طريقه عمل الجبنه النستون. نجيب التاني وافتحه. هات التاني وافتحه. عشان كده فتحت الاولاني، التاني بقى انت فتحت. عشان كده ارجع للجبنه لستون. هنجيب واحد اهلاوي. عشان كده جبنه لستون افتحها، خلاص فتحتها، اجيب الفينو وانزل بواحده. انا لا، انت بتعملها بطريقه وريني. بس كده حطيت الجبنه لستون. ايوه. بس كده الجبنه لستون عملوا الناحيتين ايوه. لا والهايجين عجبني يعني، ما شاء الله مهتم بالنظافه بتاعت يعني انا ممكن اكل من ايده عادي بجد، حرفيا اكل من ايده. لا انا بعملها بقى بالطريقه التانية. انا بجيب الجبنه النستو بحطها على هنا او على كعب رجلي، وباكل قطمه من الفينو بمسكه عادي بايدي، وباخد لحسه من الجبنه النستو. بس بفضل يبقى على كعب رجلي، بيبقى برضو حرق كالوريز، مش يبقى انت عملت الطريقه اللي انا بدور عليها من زمان، انا ناسيها. لما تخرجها خروجه بمرتبك كله فتقول لك عايزين نكرر اليوم الجامد ده تاني، وبعدين تسالك قال صحيح ايه اكتر مثل او حكمه بتحبها؟ مره عندي ومره عندي. مين يا جماعه اللي خلى المنايفه تخرج ديت؟ هي بتقول لك انها عايزه تجيب ايفون 16 وانت بتصحى بدري عشان تلبس البنطلون قبل ما اخوك يصحى ويلبسه. احب اقول انا بلبس البنطلونين فوق بعض وانا نايم عشان ما ياخدوه. انا لما بجوع باكل شعر رجلي. يا عم انا ما بدخلش الحمام عشان ما اجوعش. زي اللي بيقول يا عم انا بحبس عشان واحد مع مراته والدنيا ماشيه وحش قوي. يا انا حابس الميه من العيد اللي فات علشان ما اطرش. بنام في علبه تونه وبتغطى بكيس شيبسي. الناس دي ساكنه فين؟ ده لو كلت اكله حلوه ما بغسلش بقي عشان طعمه ما يروح. انا عايز اروح العالم ده. يا عم انا في العيد بغسل شعري بصابون مواعين. في العيد مش العادي يعني. ده انتوا فقر. انا دخلت فين يا جدعان؟ ويقول لك في ديب ويب. انا هنضم ليهم. انا ابويا كان بيعمل جرد ايه، لا جرد النهارده بيشوف مين اتعشى امبارح عشان ما يتعشاش النهارده. نظرة الراجل الصعيدي ليك بعد ما خد منك موبايلك عشان يكلم مراته ولا اسمها ظهر في الترو كولر. في اتعاركت مع واحد في التعليقات ومسح التعليق شكلك. يا جدعان انا بحب الحاجات دي قوي. انا الناس اللي بتمنشني في الحاجات دي انا بعشقكم. انا بضحك. انا كنت مكتئب من شويه. انت غيرت ايقونه هذه المجموعه. لما حد بيغير ايوه انا غيرتها. مين انت؟ الصعيدي دايما انا ريس. النهارده طلع في دماغي اعمل تورته. رحت جبت طريقه من على النت مكتوب يوضع 3 بيضات مع كوب زبده. حطيت الزبده على النار شويه لحد ما ساحت، وبعدين حطيت ال3 بيضات. لقيت البيض بيطلي. رحت حاطط ملح وفلفل وسخنت عيش واتكلت. يا جماعه كده نكون من شنكو لحد ما. انا خدتها كده قريتها مره واحده، مبسوط قوي بيها. انا اول مره اضحك على من شنكو، انا سعيد قوي، انا اتبسطت بجد يعني. شوف اول فيديو انا كنت عامل ازاي، وبص الانشكاح اللي انا فيه يعني. بحبه يعني، عايز احضنكم. بحبكم بجد. احنا داخلين على سنه جديده واحنا كده مع بعض من 2018. حاسس ان انا كبرنا مع بعض، حاسس ان انا صنعت طفوله، حاسس ان انا حاسس بفخر بيكوا كده يعني حاسس ان انا مبسوط، حاسس ان انا ربيت رجاله. وربيت بنات حلوه برضه. عشان ازيكم يا اولاد، ازيكم يا
يا لهوي. اللي عايز الانترو دي ترجع يكتب لي في الكومنت. انا عارف ان هي كرينج دلوقتي بس انا وحشتني. بس كده اشوفكم الفيديو الجاي يوم الاثنين، وكل اثنين وانتوا سعداء جملاء جميلات جميل حبيبي. بقى اسأل. باي.